من اجل قطاع عمومي ومن اجل مؤسسه عموميه ومن اجل السبيطار العمومي اللي فلس. اليوم نحن في القصرين وفي على غرار كل الجهات ماناش راضيين على قطاع الصحه العموميه اللي ماشي ويبيع. اصبحت فقط حيوط واعوام، والشعب هو الضحيه والمواطن هو الضحيه وعون الصحه هو الضحيه. نحن اليوم في وقفه احتجاجيه اللي دعت لها الجامعه العامه للصحه والمنبثقه في القطاعيه يوم 25 جانفي، واللي دعت فيه لوقفات احتجاجيه بالادارات الجهويه. خاصه نحن اليوم الوضع الصحي في القصرين متردي، واليوم راهو وقوفنا لا لشيء الا على الوضع الصحي في القصرين المتردي. اليوم اهالينا في القصرين تعاني الامرين، والسلطه اليوم غايبه، وهذا اللي نحن نخافوا منه ان هي اقصاء للقصرين خاصه، للصحه عامه وللقصرين خاصه. اليوم الصحه العموميه اندثرت، ماشي وتندثر. نحن اليوم المستشفى الجهوي للقصرين امس افضل من اليوم، واليوم افضل من الغد باش يكون، نعرفه بكدا ونعرفه بكدا. المستشفى اليوم في مديونيه كبيره ليه. اليوم المزودين نتاعو ما حبوش يجيبوا حتى شيء. اليوم التحاليل في القصرين ما تعملش، مستشفى الجهوي بالقصرين تتعمل لها نفاس وري وكريا، اللي هي باقي التحاليل ما تعملش. اليوم مريض الكونسير ما نجمش يعمل تحاليل هنا في القصرين، يمشي يعملها بريفي، وهذه المعضله الكبيره. نحن لوحنا بها برشا مرات، لكن للاسف الشديد بزياده على ذلك نقص طب الاختصاص، زياده على ذلك نحن اليوم قاموا لنا 8 اقسام جديده ومعهم قاع قصره، باقيين نتفرجوا عليهم اشغال خسروا فيها مليارات، وبقينا نتفرجوا وكهو. اليوم يقول لك الموارد البشريه وخسر مليارات وحافظ على الموارد البشريه. الموارد البشريه اهلنا كيفاش يحبوا اليوم يقسموا الاعوان اللي عندنا الموجوده، نقسموها باش نحلوا بها سلافس جديده اللي هذه هي ما يكونش. هو نعرفوا اي احداث جديد له انتدابات جديده، والبطاله موجوده، نجموا يقبلوا البطاله على روحها. اما لكن باش تقسم اليوم كيفاش اجزاء الخدمه كيفاش باش يوصل المواطن، كيفاش تقدر توصل الخدمه، كيفاش اجزاء الخدمه باش تجي اليوم اذا باش تحط في قسم 4 فرامله كيفاش باش توصلوا الخدمه، وكيفاش باش يوصل به الولها، وكيفاش المواطن باش يقبل الرضا انه هو راضي على الخدمه المزديه ليه. اليوم رانا ما نجموش نقدموا باللي عندنا مادام ما ثماش انتدابات، مادام اليوم يهمشوا في الصحه في القصرين. اليوم لا طب اختصاص لا حتى اليوم رانا نخدموا بوند حمراء لواج على تونس وصفاقس وسوسه، وهذا في صوره ما وقعوا قبلونا، نحن ما عادوش يقبلونا. اليوم حلونا الايرام، اليوم اصبح معضله عندنا ايرام في القصرين، ايرام معضله في القصرين اللي هو كان قبل اهالينا في القصرين يتنقلوا لسوسه يتنقلوا لسواقس يتنقلوا لتونس يعملوا الايرام. اليوم عندنا ايرام هنا ارجع ما تعملش في القصرين، ما تعملش عندنا في صفاقس ولا في سوسه ولا واحد، ارجع للقصرين اللي هي قصرين فيها 3 انواع ولا 4 انواع والباقي ما تعملش طبيب واحد. نحن نطالبوا اليوم باش يرجع المستشفى العمومي خاصه لاهالينا في القصرين. اهالينا في القصرين راهي ناس تحت خط الفقر، وهذا المعروف ان نحن عندنا 130,000 شهاده بيضاء في القصرين، وعندنا قرابه 200,000 شهاده حمراء في القصرين، لكن ما يسوش عندنا، ما عندناش، عندنا 21 ولا 21% اللي الناس تشتغل. هذوما الناس هذه الطبقه هذه ضاعت، اللي هي اكثر من 400,000 ساكن ضايعين في الوقت الحالي في القصرين، ضايعين ما لقوش الصحه بتاعتهم اللي هو حق دستوري، حق في الدستور على الورق. اليوم ما نتمتعوش به. بعد القاعد مش يعرفوه ولا عباره عن مريض قاعد تمريض في السبيطار الجهوي ويسرع عليه لهذا